السلام عليكم، مرحبا بكم معي في فيديو جديد. اليوم غدا نحضر معكم أسرع حلوى ببيضة واحدة فقط. مكونات بسيطة. غادي نحتاج فيها 125 غرام تاع الزبدة كتكون بحرارة المطبخ. غادي نزيد عليها كاس معامر تاع السكر، نزيد عليها كاس تاع الزيت، وغادي نخلط مزيان. غادي نزيد عليها بيضة واحدة، غادي نزيد الفاني. المهم انا راني استعملت هذا، نتوما تقدروا ديروا السكر فاني ولا تقدروا ديروا حتى شي نكهه اخرى، نكهه تاع البسكوي او اي نكهه كتفضلوها. غادي نزيد اللوز. هنا بالنسبه للوز انا راني قليته بالقشره ديالو وطحنته مزيان. تقريبا هنايا درت 2 معالق كبار كيكونوا عامرين مزيان. دابا غادي نزيد الفرينه. الفرينه كتبقاو تزيدوا شويه بشويه، نتوما كتجمعوا في العجينه. غادي نزيد كيس واحد نتاع خميره الحلوى. انا هنا درت 8 غرام، تقدروا ديروا 7 غرام ماشي مشكل. صافي هنايا فاش جمعت العجينه كتكون بحال هكا، يعني راه ما كتلصقش في اليد وفي نفس الوقت راه ما كتكونش قاصحه بزاف. خديت انا هاد الطابع صافي وكنضغط عليها بهاد الطريقه. المهم تقدروا ديروا باي طابع عندكم. صافي كتحيدوها غير بشويه، كتجي بحال هكا. غادي نعاود معكم واحده اخرى. المهم ضروري ما ديروا في الفرينه باش ما يلصقش لكم. كنعاود بنفس الطريقه اللي درت بها المره الاولى، كتضغطوا عليها مزيان صافي وكتحيدوها غير بشويه. حطيتها في الصينيه، فرشت لها ورق الزبده. انا بالنسبه للفران راني سخنته من قبل. دابا غادي ندخلها الفران طيب على نار اللي كتكون متوسطه، وكيكون هذا هو الشكل ديالها النهائي. الطريقه ديالها جد سهله، طريقه بسيطه، والمكونات في متناول الجميع. اليوم حضرت معكم وصفه سريعه واقتصاديه، نتمنى تعجبكم. وما تنساوش تشجعوني بلايكات ديالكم، بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء، والى اللقاء في وصفات اخرى بحول الله.